كتبة الفطار أهم وجبة. كتبة روج لها رجل الأعمال الأمريكي دكتور جون كيلوج على لسان خبيرة التغذية لينا فرانسيس كوبر، ودي كان في مجلة هو بيديرها. طيب هو ليه عمل كده؟ لأن هو كان اخترع حبوب الفطار السيريالز، وعلشان يروج لها، وخاصة في الفترة دي من ما يفوق 100 سنة كان في كتير ما بيهتمش بوجبة الفطار أو ما يعرفش يعني ايه سيريال. كانت الأداة الناجحة إن احنا نروج للفطار كأهم وجبة في اليوم كشعار للحمل. وبعد ما يفوق 100 سنة لا يزال كل بيت بيتردد فيه جملة إن الفطار أهم وجبة في اليوم من غير أي أساس علمي، كأنها من المسلمات. مع زيادة أمراض السمنة، ضغط، سكر، أعتقد من الحكمة إن احنا نبدأ نعيد التفكير ونفكر إن احنا قطع وجبة ممكن ما تبقاش حاجة مؤذية، وده قائم عليه مبدأ علمي للصيام المتقطع، أو إن احنا نقلل من سعراتنا اللي بناكلها كل يوم.